وده على لسان احدى الحركات القبطيه من فتح انفسهم بانفسهم على الصفحات، ان هم راحوا قابلوا سامي دياب عضو المجلس العسكري بعد ايام قليله من المذبحه، وما عقد من صفقه ده بعض اعضاء اتحاد شباب هم اللي فضحوا نفسهم لما قالوا احنا هو راح ده فلان راح قابل سامي دياب وعقد معاه الصفقه على حساب دم الشهداء، والتاني رد عليه قال له طب ما انت خدت فلوس. كلام في منتهى يعني التدني الاخلاقي. نعم. وده اللي يدل على ان في حاجه غلط. يعني في ايه؟ لا يعني الوقت اللي انت مطالب بيه باستحقاق الدم، او يعني مطالب بيه بارجاع الدم الحق الدم لاسر الشهداء، انت بتجري بيه وبتقعد تعقد صفقات شخصيه وحاجات يعني مبتذله في حد ذاته. ده حتى اثار بقى احد طيب هم اثار اسر الشهداء جدا، وده خلاهم رافضين هذا الكيان بسبب المتاجره اللي الكيان ده فضح نفسه بنفسه بيه. واسر الشهداء رصدوا التصريحات الناريه اللي اطلقت على صفحاتهم الشخصيه على الفيسبوك، صفحات تلك القيادات لهذا الكيان بفتح نفسهم بنفسهم. يعني ما حدش دعا عليهم، هم اللي قالوا على نفسهم ان احنا ده فلان راح قابل المجلس العسكري اللي عقد صفقه على حساب الشهداء، والتاني قال له طب انت رحت لميت فلوس، والتالت قال له طب انت مش عارف. طب ما هم ردوا على الكلام ده وقالوا ان المجلس العسكري كان هو السلطه الحاكمه الان في الوقت ده. يعني ليه بتروح تقابله بشكل سري وبتعقد معاه الصفقات على حساب دم الشهداء؟ طب ليه لما المجلس العسكري عايز يتكلم او عايز يتناقش ما علنتش معاه اللقاء دوت ليه؟ لما انت ماشي في النور ما ظهرتش ليه الكلام ده في النور؟ ما هم بعد كده قالوا احنا قعدنا يعني قالوا ايه؟ ده بقول لك فتحوا نفسهم بعد الخلافات اللي تمت ما بينهم. ما كانش حد عارف حاجه عن الخلافات بتشمل الفاظ ويعني حاجات مقززه جدا. نعم. يعني انا الحقيقه ما اقدرش يعني ان انا اخوض في الموضوع اكتر من ان انت لما تقرا الكلام هتحس ان التدني اخلاقي ليس بس في المستوى التعامل، ده حتى في طبع الالفاظ، في التفكير، حاجه صعبه. نعم.